السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنقدم مجموعة وصفات من مطبخي في عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتوا طيبين. نسمي الله ونبدأ أول وصفة، وهي صينية الرقاق الناشف باللحمة المفرومة. صينية الرقاق بتاعتنا بنفس أمهاتنا في المطبخ، حاجة كده اللهم بارك. شايفين توريقة الرقاق وشايفين الطبقات بتاعته، حاجة كده اللهم بارك. واللحمة بتاعتنا مستوية ولونها، شايفين لونها من جوه اللون الذهبي القمر. والرقاق بتاعنا كده طري وجميل، ولا تقولي عليه ان هو فطير مشلتت، حاجة كده زي ما قال الكتاب بالظبط. صينية رقاق بنفس أمهاتنا اللي ريحتها تجيب لآخر الشارع. كل سنة وانتوا طيبين وينعاد علينا وعليكم بالخير. تاني وصفة بقى، وهي اللوبيا باللحمة أو سواء كانت من غير لحمة، حاجة كده اللهم بارك. احنا عندنا بنعشق اللوبيا أم عين سودا، وكمان الفاصوليا البيضة. شايفين جمال اللوبيا، واخدة كده الصلصة بتاعتها واللون الأحمر الوردي، حاجة كده اللهم بارك. والطعم ولا أروع. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة. تعالوا كده نسموا الله ونصلوا على الرسول ونشوفوا عملنا اللوبيا القمر دي ازاي. أكلة كده سهلة وجميلة ولذيذة في نفس الوقت. بصلاية بقى كده نشوحها ونصفرها في شوية زيت مع قطعة من الدهن اللي هو موجود باللحمة، مع رشة صغيرة من الملح، تاخد اللون الدهبي القمر. ننزل بقى بعصير الطماطم عليها لحد كده ايه ما تتسبك معانا. كان معانا بقى كده اللوبيا بتاعتنا متفرزة، كنت سلقة يعني وحطها في الفريزر. بعد كده بقى نبهر التسبيكة بتاعتنا. حطيت معلقة من هريسة الشطة، ورشة من الفلفل الأسمر، ورشة من الملح. بعد كده بقى هنحط ايه، انا كنت سلقة كده قطعتين من اللحمة، هاخد منهم بقى كده قطعتين. هقطعهم بقى كده مكعبات صغيرة يطعموا بقى كده اللوبيا. انا ممكن اكل اللوبيا عادي من غير لحمة ومن غير اي حاجة، لكن انا عندي زوجي ما بيحبش ياكلها الا باللحمة. خدت كده حتتين من الشوربة، وهي طبعا كده كانت 3/4 تسوية. قطعتها كده مكعبات صغيرة وحطيتهم كده في التسبيكة، ياخدوا كده تطعيمة التسبيكة معانا. نزلت عليهم برشة من الفلفل الأسمر على اللحمة كده تديلها نكهة حلوة. بعد كده هنزل بقى عليها كده باللوبيا. واللوبيا طبعا انا شطفتها بعد ما خرجتها من الكيس علشان هي كانت في الفريزر. شطفتها وسبتها تتصفى. بعد كده نزلت بيها بقى كده على التسبيكة باللحمة، اشوحها كده تشويحتين. بعد كده بقى ننزل عليها بالمية المغلية ونسيبوها بقى كده تستوي شوية. هي كده كده اللحمة مستوية 3/4 تسوية، واللوبيا كمان مستوية 3/4 سوا. اتشوحوا مع بعض في التسبيكة، نسيبهم بقى كده لحد ايه غلوتين كده وخلاص نطفي عليهم. تعالوا بقى نعمل طواجن ورق العنب ونسقيهم بشوربة الكوارع. طبعا اللي ما يحلاش عيد الأضحى إلا بالكوارع وشوربة الكوارع، وكمان طواجن ورق العنب، حاجة كده اللهم بارك. طبعا الكوارع بتاعتنا الطريقة موجودة عندكم على القناة. عملتها أنا في أيام اللي هي بين الأعياد، يعني بين بعد عيد الفطر على طول. كنت عاملة صينية الرقاق، وكنت عاملة طواجن ورق العنب. عندكم الفيديوهات، وهسيب لكم برضو اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. عملنا بقى كده الكوارع وسلقناها، وحشيت طبعا ورق العنب ورصيته كده في الطواجن. بعد كده بقى عملت تسبيكة كده القمر اللي انتوا شايفينها للكوارع بدقة كده من التوم، ومعلقتين صلصة ورشة من الفلفل الأسمر، وحطيتهم كده على وش الطواجن. وطبعا كبشتين من شوربة الكوارع تدينا بقى كده التطعيمة القمر. بعد كده بقى هناخد الطواجن بتاعتنا ديت وندخلها الفرن، تاخد اللون القمر اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو بتاع طواجن ورق العنب بالكوارع. نيجي بقى للوصفة التالتة، وهي بتاعتنا ايه. عملت كده طبق رز بالكبد والقلوب، بكبد الفراخ طبعا، حاجة كده تفتح النفس.
يتاكل بقى كده مع طبق مخلل او يتاكل مع بطاطس محمرة، وممكن كده يتاكل لوحده، طعمه ولا اروع. حاجة كده اللهم بارك. وصفة اقتصادية وعلى قد الإيد وبأقل المكونات. أي حبة كبد موجودين عندك تقدري تعملي بيهم طبق رز زي ده، وده يكفي من 4 ل5 أفراد. لا الطبق ده كبير يا جماعة. الكاميرا كده لو مصغراه بس هو كبير. ومعانا لسه بقية الرز كده في الحلة. أنا كان عندي كده مجموعة من الكبد والقلوب، غسلتها طبعا ونقعتها بالليمون وغسلتها بالدقيق، وزي ما انتوا شايفينها كده كانت اللهم بارك، وريحتها كده مسك وعنبر. وشايفين الرز بتاعنا مفلفل كده وقمر واخد اللون الجميل. كنت حطاله كده شوية من الكاري مع البهارات. بعد كده هنعمل بقى كده طبق الملوخية او طواجن الملوخية اللي مفيش اتنين يختلفوا عليها في الأعياد والمناسبات. عملنا كده الملوخية الخضراء بنفس ست الحبايب، ربنا يرحمها ويسامحها. وطريقة الملوخية موجودة عندكم من أول ازاي تشتري الملوخية أو أنهي ملوخية تقدري تشتريها، وكمان طريقة الغسيل بتاعتها، وكمان قطفتها معاكم في الفيديو وخرطتها، وكمان طبختها معاكم وصبتها كده في الطواجن. شايفين القمر وشايفين الجمال، ولا طواجن المطاعم. حاجة كده اللهم بارك. والريحة بقى والنفس كده، يعني حاجة كده تبارك الله. ريحة الملوخية بتاعتنا بنفس ست الحبايب اللي ريحتها تجيب لآخر الشارع. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عملنا كمان كمونية الكرشة اللي ما يحلاش عيد الأضحى إلا بيها، وكمان بيبقى لها طعم مميز في عيد الأضحى. يعني بنعملها كده مرتين أو مرة في السنة، لكن بيبقى لها الطعم المميز والحقيقي بيبقى في عيد الأضحى. طريقتي في كمونية الكرشة اللي أنا بعد ما بغسلها وبعمل لها محلول النقع، طبعا بشوحها كده ببصلاية ورشة من الفلفل الأسمر ورشة كده من الملح، واسيبها كده تاخد وتدي في الحلة، وتكون كده فيها شوية من المية. بعد كده بصفر لها بقى كده البصلة برشة برضو من الملح، واخد بقى كده الكرشة واصفيها كده بالمعلقة من المية بتاعت التشويحة، وأقلبها كده على البصلة، ريحتها بقى تطلع كده وتفحفح. بعد كده أنزل عليها بمعلقتين من الصلصة. أنا الصلصة هنا كانت متفرزة مش صلصة معلبة. بعد كده ننزل بعصير الطماطم ونبهر بقى كده بالفلفل الأسمر والملح. ده كل اللي بيتحط لكمونية الكرش، مع طبعا الحمص بتاعنا، والحمص بيديلها كده طعم جميل وقوام احلى. ونزود لها بقى كده المية، يعني شوية بشوية، علشان كده ما تبقاش صيصة كده والدمعة بتاعتها كتير. مع طبق رز بشعرية، حاجة كده اللهم بارك. كمان الفيديو بتاع كمونية الكرشة موجود عندكم على القناة، وهسيب لكم برضو اللينك بتاعه. طريقة جميلة وسهلة وحاجة كده يعني هتدمنيها على طول، وطريقة سهلة مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. تعالوا بقى نعمل كده الكفتة بتاعت الحاتي أو الكفتة المشوية بطريقة سهلة وبسيطة. معانا بقى أي كمية من اللحمة المفرومة. أنا الكمية اللي كانت معايا كانت 600 جرام، يعني 630 جرام، أنا وزنها كده على الميزان. نزلت عليها بقى ببصلاية كنت ضربها في الكبة ومصفياها بالمية بتاعتها، ونزلت عليها برضو بقطعة من اللية كنت مقطعاها بالمقص أو تقدري تقطعها بالسكينة. وطبعا البهارات بتاعتنا 7 بهارات ورشة من جوز الطيب والملح بتاعنا. شايفين بقى كده، ونعجنها بقى كده لحد ما تتسمغ معانا وتدينا كده الشعيرات بتاعتها. وشفتوا كده قوام الكفتة عامل ازاي. واهم حاجة في طريقة الكفتة اللي احنا نعجنها لحد ما تديك الخيوط اللي انت شفتيها في الفيديو، نكورها كده تدينا قطعة الكفتة عشان ما تفكش معانا. نقدر نشكلها بقى كده على اعواد الشيش طاووق او على ايد المعلقة الخشب بتاعة المطبخ. شايفين الجمال والحلاوة. وناخد كده من مية البصل، حطيت عليها معلقة من الصلصة ورشة من الزيت وايه شوية ملح صغيرين، واصبع بيهم بقى كده الكفتة. شايفين الجمال والحلاوة، واديتنا كمية الكفتة اللي انتوا شايفينها القمر دي. حاجة كده اللهم بارك.
طبعا كل ما نذكر ربنا وكل ما نصلي على الرسول الحاجة كده في ايدينا يحصل لها البركة وتزيد معانا وتخلص كمان في اقل وقت وباقل مجهود. عملت جنب الكفتة بتاعتنا سلطة السماق بالبصل اللي هو الجوانح او الشرايح الرقيقة، عليهم كده شوية من البقدونس والكزبرة والشبت وعصرة ليمونة ورشة من السماق ورشة من الملح. وعملت كمان سلطة الطحينة بتاعتنا اللي مفيش حد بيختلف عليها، بعملها بطريقة سهلة وجميلة، وكنت عاملاها معاكم قبل كده وموجودة عندكم على القناة. نقدر ناكل بقى الكفتة ديت بالعيش في سندوتشات، او نعمل معاها مكرونة. احنا كلناها سندوتشات، بس بعد كده بقى تاني يوم عملت طبق مكرونة ينفع بقى كده جنبيه اي حاجة. شايفين هنا كده الكفتة وجمالها، شايفين مفرغة من جوه وخفيفة وهشة وطرية في نفس الوقت. انا قليت الكفتة ديت في الطاسة على النار، ولا دخلتها ولا فرن ولا شواية، اقسم بالله وكانت ريحتها تجيب لاخر الدنيا. بس انا حبيت المقاطع ما تبقاش كبيرة عليكم علشان الفيديو مش بحبه يبقى طويل. عملت كمان تاني يوم بقى ديت المكرونة، كناها كده من غير اي حاجة مع شوية مخلل، ممكن نحمر جنبها بطاطس. المكرونة الاسباجيتي بالصلصة الحمراء تتاكل كده حاف لوحدها من غير اي حاجة. عملت بقى كده التسبيكة، بشرت طماطمتين او 4 طماطمات بالظبط كده في شوية زيت، ونزلت عليهم كده بمعلقة من الصلصة وكمان شوية مية علشان المادة الحافظة كده اللي في الصلصة. بعد كده هنزل بمعلقة كده من السكر ومعلقة من التوم المهروس، ونظبط بقى كده الملح بتاع الصلصة بتاعتنا. في الوقت ده انا حاطة كمية المية بتاعت المكرونة تغلي على النار. كمان ظبطت الصلصة برشة من الفلفل الأسمر وهريسة الشطة. احنا عندنا بنحب الاسباجيتي بيكون مشطشطة شوية. بعد كده بقى نسلق المكرونة، وطبعا المية انا كنت حاطة فيها رشة ملح، وطبعا بننزل بالمكرونة الاسباجيتي بحالها، مش بحب اكسرها، بتدينا كده شكل جميل كده وبيبقى كمان طعمها حلو. انا بحب كده انزل بالمكرونة الاسباجيتي كده بطول يعني الكيس بحاله. بعد كده بقى خدتها وشطفتها في المصفى، بحب اشطف المكرونة برضه عشان تبقى مفرفرة وحلوة. لو بات منها شوية ما تبقاش كده لازقة في بعضها ومعجنة، لا بحبها كده تبقى مفرفرة. علشان كده بحب اشطفها تحت المية واسيبها تتصفى، وبعد كده قلبتها على الصلصة زي ما انتوا شايفين، وتدينا بقى كده احلى طبق اسباجيتي بالصلصة تتاكل جنب اي حاجة. شوية مخلل بقى، شوية بطاطس محمرة، اي حاجة. وشايفين جمال المكرونة وحلاوتها ومفرفرة كده ومفلفلة حاجة كده اللهم بارك. اتمنى تكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة، وكل الفيديوهات موجودة على القناة، قناتي قناة الزمن الجميل. كل وصفاتي جميلة بعون الله وبأمر الله، وكل اللي يتفرج عليها يتمتع بمشاهدتها. أتمنى كده تكونوا استفدتوا مني، وأكون كده قد وفيت كده وشرحت كده شرح مبسط للوصفات بتاعتنا. وكمان هنختم بقى الفيديو بتاعنا بوصفة الجيل القمر برضو موجودة عندكم على القناة، وصفة الأعياد والمناسبات. الجيل الفراولة احنا بنحبه كده، كل عيد لازم أعمله طبعا بقطع الموز اللي هي دايما يعني طعمها بيبقى مميز. شايفين قطع الموز وجمالها وطعم وقوام الجيلي عامل ازاي، حاجة كده اللهم بارك. اتمنى لو عجبكم الفيديو بتاعنا تسيبولي كده دعوة حلوة من قلبكم بتفرحني وبتسعد قلبي، واشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله مع الف الف سلام، واسيبكم بقى تكملوا الفيديو، واستنى منكم كده دعوة حلوة منكم.